امبارح كان في مجموعة من التصريحات المهمة جدا لوزير الشباب والرياضة السيد أشرف صبحي. تصريحات أشرف صبحي كان بتتكلم عن نادي الزمالك ونادي الأهلي. طيب ايه المهم في تصريحات أشرف صبحي؟ لو اتكلمنا بالنسبة للتصريحات بخصوص نادي الزمالك، هو أشرف صبحي كان بيتكلم عن مرتضى منصور ووضع مرتضى منصور الفترة الجاية. هل مرتضى منصور هيعود لرئاسة نادي الزمالك ولا كده مرتضى خلاص ما عادش ليه مكان في نادي الزمالك؟ فبصراحة أشرف صبحي بدأ تصريحاته بأن هو بيتمنى السلامة لمرتضى منصور وأن هو يطلع من محبسه على خير يوم الأحد إن شاء الله، وده يدل على رقي وأدب وأخلاق السيد أشرف صبحي، راجل محترم وراجل بيتمنى الخير لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. تاني حاجة بيقول بالنسبة لعودة مرتضى منصور ان هو لا يصح الا الصحيح وان هو مش هيعمل اي حاجة غير قانونية، وبالتالي وزارة الشباب والرياضة بتنتظر رد مجلس الدولة بخصوص عودة مرتضى منصور. مش هيعمل حاجة غير قانونية وهينتظر رد مجلس الدولة. طب مرتضى منصور هيعود ولا مش هيعود؟ من وجهة نظري مرتضى منصور غالبا مش هيعود رئيس مجلس الزمالك الا بعد رد مجلس الدولة، لأن وزارة الشباب والرياضة أزالت عضوية مرتضى منصور. أعضاء مجلس إدارة الزمالك لم ينفذوا قرار وزارة الشباب والرياضة، ورفع قواضي في مجلس الدولة تطالب بعودة مرتضى منصور بعد ما يخرج من محبسه إن شاء الله. وبالتالي أشرف صبحي قال إن الموضوع دلوقتي منظور أمام القضاء، أمام مجلس الدولة، وهو اللي هيقول مرتضى يرجع ولا ما يرجعش. فإذا مرتضى مش راجع إلا بحكم قضائي، هو ده الحاجة الوحيدة اللي تخلي مرتضى يرجع تاني كرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لأن وزارة الشباب والرياضة أزالت عضويته بعد حبسه، ولم يتم تنفيذ الكلام ده من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، وقالوا إن المجلس أو إن مجلس إدارة نادي الزمالك هو حر رأيه، هو اللي يقول مين اللي إمتى يتشال وإمتى ما يتشالش ومين اللي يتشال ومين ما يتشالش. فإذا مشكلة مرتضى منصور قائمة ومنتظرين رد مجلس الدولة. كل اللي بطالبه من مجلس الدولة باستعجال الرد، يعني انجزوا لو سمحتوا، عشان ده بيضر بنادي الزمالك، ده بيؤثر على نادي الزمالك. خدوا رأيي، سواء تمشوا مرتضى منصور أو تخلوا مرتضى منصور يكمل، المهم إن احنا ناخدوا رأي وناخدوا خطوة لقدام. ما يفضلش الزمالك كل حاجة في حياته معلقة، كل حاجة في الزمالك واقفة، تاخد وقت طويل جدا في النظر. لا، خدوا رأي ورد في موضوع مرتضى منصور كده أو كده. برضو لما جه اتسأل السيد وزير الشباب والرياضة بخصوص ان هو بيقف دايما مع الزمالك وبيقف دايما ضد الأهلي، قال الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده مش مظبوط، وهو دايما بيقف مع مجلس اداره النادي الاهلي، وكان في مشاكل بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي مع شخصيه خارج مصر يعني، واشرف صبحي وقف مع مجلس الاهلي لغايه ما المشكله اتحلت. اي مشكله بتخص النادي الاهلي بيحاول يستعجل في حلها. وبرضه اشرف صبحي بيطالب الجماهير المصريه طبعا يتوافق للاهلي ب50,000 مشجع في ماتش الهلال يوم السبت الموافق 1 ابريل. وبالتالي احنا يعني هو بيطالب الجماهير بان هي تبدا صفحه جديده وتشجع فريقها بمنتهى الروح الرياضيه وبمنتهى الاحترام بدون اي مشاكل، لان لو المباراه دي عدت على خير والجماهير اثبتت ان هي يعني مكمله على الروح والاخلاق الكويسه، هيتفتح بعد كده دخول الجماهير في كل المباريات. فأتمنى إن الجماهير ترجع تاني، وأتمنى إن جماهير الأهلي في الماتش ده تبقى عند حسن ظننا كلنا، تشجع بروح رياضية بدون مشاكل، والماتش ده يعدي على خير، وتبقى بداية عودة الجماهير للكرة المصرية، وعودة تشجيع الجماهير، وعودة قوة الكرة المصرية تاني للوضع بتاعها على خير إن شاء الله. آخر حاجة في الفيديو بطلب من حضراتكم لو سمحتوا سبسكرايب، اشترك في القناة، اعمل لايك للفيديو وشيره على قد ما تقدر. ده بيفرق كتير جدا معانا عشان نقدر نكمل الفترة الجاية ان شاء الله، ونجيب لحضراتكم
تحليل الاخبار. شكرا لحضرتك.